تعرف ليه ليلة القدر اتسمت بالاسم ده؟ هقولك، بس قبل ما اقولك صلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. اتسمت بالاسم ده عشان تقدر فيها المقادير السنوية للعباد. يعني ايه؟ يعني فيها يفرق الله عز وجل بين كل امر حكيم. يعني ربنا عز وجل بيكتب اللي هيموت هيموت، واللي هيعيش هيعيش، واللي دعوته هتستجاب وهتتحقق، واللي ليه عايز يتجوز، واللي عايز يطلق، واللي عايز يبني بيت، واللي عايز يشتغل شغلانة جديدة. فيها يفرق الله عز وجل بين كل أمر حكيم. مش بس كده، ربنا عز وجل كتب على الإنسان نوعين من الأقدار. أول حاجة أقدار أزلية لا تتغير، والتانية أقدار معلقة ترد بالدعاء. كده بسرعة يا صديقي، هات ورقة وقلم واكتب كل الدعوات اللي نفسك فيها، وادعي بالمستحيل مع ربنا عز وجل. ربنا عز وجل مفيش حاجة مستحيلة معاه. ادعي وانت واثق بالإجابة ومتيقن ان ربنا عز وجل هيستجاب لإجابتك دي.